من حديث عمران بن حصين. اقف بقى شوية مع عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه. أول مرة يجي الصحابي عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه، أبو نجيد، كنيته إيه؟ أبو نجيد رضي الله عنه وارضاه. عمران بن حصين هذا إذا ذكر تذكر له منقبة كرامة خاصة له. تعرف إيه؟ أحسنت. إن الملائكة كانت تسلم عليه رضي الله عنه وأرضاه. في صحيح مسلم جاء عمران بن حصين وهو مريض بمطرف بن عبد الله. اسمع الصحابة وترجمة الصحابة والتقرب إلى الله بحب الصحابة، مش بقى مش الناس اللي بتبغض الصحابة دول اللي بيكفروا الصحابة، لا، احنا بنحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونعطي لهم قدرهم ونسأل الله أن يجعلنا معهم. هو دي عقيدة أهل السنة. لذلك أصول أهل السنة الأساسية أربعة قالها السلف قديما. قال: إذا عرفت أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد خرجت من الإرجاء كله أوله وآخره. وهو بيذكر أصول الاعتقاد. قال: وإذا آمنت بالقدر خيره وشره وأنه بعلم الله وبخلق الله فقد خرجت من القدرية، من قول القدرية كله أوله وآخره. وإذا عرفت الطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم وعدم تكفيرهم فقد خرجت من قول الخوارج أوله وآخره. وإذا عرفت لأصحاب النبي قدرهم وأحببتهم فقد خرجت من قول الروافض أوله وآخره. هذه الأربعة دول بيقول له أصول الاعتقاد. تخرج من القدرية، تخرج من الإرجاء، تخرج من الخوارج، تخرج من الشيعة. هذه أصول الاعتقاد. فاحنا بنتكلم عن عائشة، عن ابن عباس، عن عقبة بن عامر، بيتكلم عن علي بن أبي طالب، بيتكلم عن عمران بن حصين. اقف مع الكلام ده كويس. والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. عمران مرض وشعر ان في مرضه ده سيموت رضي الله عنه وارضاه، فجاء بتلميذه مطرف بن عبد الله فقال له: إن أنا عشت فاكتم عني ما سأقوله لك. هيقول له كرامة بتحدث له، مش ينشر الكرامة، لا، طول ما أنا عايش لا تحدث به. هو ده المسلم اللي عقيدته سليمة، مش يروح يقول ده البدوي ده أنا رفع عني القلم يا جماعة، انتوا صلوا وأنا قاعد بره على المسجد. هو ده البدوي اللي انت بتسمع عنه. كان يقعد كده أمام الناس هكذا لا يصلي، خلاص بلغت لليقين. طب لو انت عندك الكرامة ديت المفترض تكون أعبد الناس. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تؤمن وتتقي، مش تترك التقوى والإيمان. يقولون كان على المسجد يبول على الناس. آدي يا سيدي، آدي يا سيدي، ينشر يقول أنا قاعد معاكم وأنا أطوف حول البيت الآن. عمران بن حصين الصحابي بيقول له: إن أنا عشت اعمل إيه؟ اكتم عني. وده أمام الناس بيقول لهم أنا أعمل إيه؟ أنا بطوف. لو افترضنا جدلا إن ده موجود، لو افترضنا جدلا إن ده موجود، تكتم على نفسك، تكتم على الناس هذا الأمر، الكرامات هذه. فبيقول له: إن أنا عشت فاكتم عني، وإن أنا مت فحدث عني من تشاء. إنه كانت تسلم علي الملائكة. الملائكة كانت بتيجي تسلم علي. أهل السنة بيثبتون الكرامات، صح؟ بشرطين، فاكرهم؟ بشرطين: صحة السند وصحة المنهج، صح؟ صحة السند ده حديث فين؟ في صحيح مسلم، صح؟ فالسند خلاص أمره منتهي. وصحة المنهج ده مين؟ ده صحابي
مش راجل ضلالي بيقول لك أنا رفع عني القلم، صحابي من خير الناس من خير القرون بيقول لك بتسلم علي إيه بقى؟ تسلم علي الملائكة. فاكر حديث حنظلة؟ حنظلة الأسدي لما جه لأبو بكر فقال له إننا نكون عند رسول الله في المسجد فنسمع فنكون على حال، نقعد في المسجد إيماننا بيزيد بنسمع العلم. أنت لما بتروح بيتك بعد المجلس بتاع الجمعة ده، أنا لما بروح بيتي بعد المسجد ده إيماني غير الإيمان، صح؟ إيمان يزيد بالطاعة، مش كده؟ أنت كنت في طاعة بقالك ساعة مثلا ولا شوية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فحنظلة بيقول إيه؟ وإحنا قاعدين يا أبو بكر مع النبي إيماننا بيكون حاجة تانية خالص، يعلى إيماننا وروحانيات ونشوف الآخرة ونتذكر الآخرة. قال فإذا رجعنا إلى بيوتنا وعافسنا الضيعات والأولاد لم نكن على تلك الحال. نافق حنظلة. نافق إيه؟ ده نفاق ده أبو بكر. فقال أبو بكر وأنا مثلك، ده أنا كمان نفس الإيه؟ نفس الحالة في المسجد بحال وإيمان عالي، بره الإيمان بينقص. فذهبوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي لو أنكم ظللتم على الحال التي تكونون عليها عندي عمل إيه بقى؟ لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة، يعني أعطي حق الرب وأعطي كمان حق الإيه؟ حق الأهل. الملائكة هتصافحك عشان إيه؟ مش الطاعة، ده حالة إيمانية مستمرة، فاهم؟ النبي يقول لو ظللتم على ما أنتم عليه لإيه؟ لصفحتكم الملائكة. يبقى تفهم من كده أن حال عمران بن حسين ده إيه؟ حال الإيمان بتاعه إيه؟ مش متقطع، مش شوية كده وشوية كده، الملائكة بتيجي تسلم عليه. عمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه. شايف شرف الصحابة؟ شايف شرف أصحاب النبي عليه السلام؟ أدي عمران بن حسين